لو انت عندك بزنس في كندا ومسجل نفسك في الجي اس تي، فخليني اقول لك على معلومة مهمة جدا. اسأل المحاسب بتاعك على حاجة اسمها اي تي سي، input tax credit. ايه الموضوع ده باختصار؟ ده ببساطة كده بيدي لك الحق ان انت كبزنس تقدر ترجع ضريبة المبيعات 5% اللي انت بتدفعها على اي حاجة ليها علاقة بالبزنس، زي مثلا بضاعة بتشتريها او اسيتس للبزنس زي عربية مثلا او حاجة، او حتى المصاريف التشغيلية زي الايجار وهكذا، فواتير التليفون وهكذا. تمام. ده بيعتبر، مش عايز اقول ربح عشان هي كلمة محاسبيا غلط، يعني ترجيع الضرائب ما يتسجلش ربح، ولكن يعني بالبلدي كده بيني وبينك انت هتلاقي نفسك عامل فلوس اكتر لما ترجع الفلوس دي. تمام. ولكن خليني اكد برضو على حاجة مهمة جدا، ما تتصرفش في الموضوع ده من نفسك قبل ما تسأل المحاسب بتاعك. ليه؟ لان في انواع معينة من الشركات ملهاش الحق ان هي ترجع الاي تي سي، حتى لو انت كنت مسجل نفسك في الجي اس تي وحتى البي اس تي. فقبل ما تعمل اي حاجه اسال المحاسب بتاعك، ولو انت ما تعرفش اي حاجه عن المعلومه دي اسعى واسال فيها عشان ما تخسرش، عشان انت كده يعتبر بتسيب فلوس على الترابيزه، انت شغلك وشركتك اولى بيها يعني، ما تروحش للحكومه. بس شكرا.